السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أحبابي وكل متابعيني في كل مكان وفيديو جديد. ومعانا برضو النهاردة مسلسل وعود سخية من المسلسلات الحلوة والجامدة جدا جدا. وهنتكلم برضو عن الحلقتين اللي فاتوا باختصار. عايزين بس كل اللي مشتركش معانا في القناة يلا يشترك معانا، والكومنت الجميل من كل أحبابي وكل متابعيني، واللايك والشير لكل أحبابنا وكل أصحابنا في كل مكان عشان يتابعوا معانا ويشوفوا فيديوهاتنا في يوميات دودو. المسلسل زي ما قلت لكم مسلسل جامد جدا. حنان مطاوع عاملة شغل جامد، وعارفين طبعا قد ايه هي اتظلمت من نفيسة ومن المعلم فهيم اللي هي اتجوزته، بقت مرات المعلم وزواج رسمي، وقدرت بالموضوع دوت ان هي تكسر منصور. وكانت زي ما احنا شايفين الصور اللي فاتت كانت امه جاية عشان تترجاها ان هو تخليه يخرج من السجن، او تكلم الحاج او المعلم فهيم عشان يخرجه من السجن. يعني خلت منصور يتسجن. طبعا وصلت المعلومات لنفيسة مرات المعلم عشان تعرفها ان هو اتجوزها جواز رسمي، يعني بقت زيها زي ما بيقولوا. طبعا كل اللي انا بحكيه ده تمثيل حنان مطاوع فوق الرائع، في كل مشهد بتديله زي ما قلت لكم قبل كده بجد حقه. وفي الاول وفي الاخر اللي اقدر اقوله عن اللي هي بتعمله هي ان قيدهن عظيم، والظلم وحش جدا 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 جدا. هي اتظلمت جامد، والناس زي ما بيقولوا ايه داسوا عليها وعلى ابوها الراجل الغلبان. فهي وعود سخية هنا هي وعدت ابوها ان هي ترجع حقها، ده يعني مفهومي كده عن الموضوع. وان هي فاطمة البنوتة الصغيرة اللي هي بنت هانم او ميس هانم اللي كانت في المستشفى، ان هي ترجع لها. ده اكيد بعد ما تخلص كل الانتقام وكل اللي هي عملته دوت هترجع للبنت وتعيش معاها وتبقى الحياة حلوة. هنا في آخر المشهد بتاع النهاردة بتقوله إن هي حامل. حتة حامل أو مش حامل دي لسه هنتأكد منها طبعا خلال الحلقات الجاية. بس بجد بجد اللي لسه متفرجش عليه يحاول يتفرج عليه على عظمة حنان مطاوع وجمال المسلسل بجد. شكرا ليكم كل احبابي وكل متابعيني في كل مكان، ويا رب تسعدوا بكل اوقاتكم وكل حياتكم تكون سعيدة جدا جدا جدا. بحبكم جدا، ويا رب كل ايامكم تبقى سعادة في سعادة. ويا رب شهر رمضان يكون شهر الخير عليكم وعلى أمة محمد يا رب. بشكركم جدا لحسن متابعتكم كل أحبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.